في ناس بقى بجد سواء في الثانويه او في الجامعه او في مرحله معينه، الوجع من الناس اللي حواليها او الوجع من الحياه، حد عزيز عليه توفى، كان تعبان مثلا لا قدر ربنا ابتلاه بمرض وحش، واصحابه او اللي غيره او زمايله اللي في سنه من وجهه نظره سبقوه بشويه خطوات. مفيش حد متاخر على حاجه على فكره، كل واحد ليه رزقه في وقته، بس بقول لك من وجهه نظره يعني انا شايف سبقوني في شويه خطوات. في الثانويه العامه الضغط النفسي شويه والالم شويه واهلي شويه والزن شويه والامتحانات قربت والمراجعه النهائيه والمواد اللي رقمتني، فكل ده بيكون انواع من الالم والوجع شويه على حسب مرحلتك وعلى حسب مقدار. ملخص القصه زي ما بدات النصيحه، في الناس نوعين، الالم والوجع والابتلاءات بتكسرها، بتدمرها، بتبص يعني بتكسر روحها وتخليها اصلا حابه ان هي تخش في مود اللي احنا بنسميه اكتئاب وفي ناس الالم والوجع بيصنعها. الالم سلاح، يا تستخدمه يدمرك يا تستخدمه يوصلك. الجمله دي ما تنساهاش، انا والله العظيم بطبقها على نفسي. اقول لك على حاجه يعني سر كده بيني وبينكم، سر ايه، الجمله كلها عرفتها بعيد عن الهزار والله. انا اوقات معينه وانا لسه في بدايه حياتي حتى في الجامعه وكنت بشتغل ومش عارف ايه في جامعتي وطلعت حاولت كتير وبدات في التدريس، كنت بادئ بطالب وبعد كده مش عارف ايه، حصل لي حاجات كتير جدا تكسر المقاديف، حصل لي خذلان من ناس كتير جدا حواليا وكنت بحبهم اقسم بالله، حصل لي مواقف رجعتني لورا، كنت بعمل ساعات مجهود والمجهود اوقات مش متشاف، ولكن كل مره كنت بحس فيها بوجع من الدنيا والله العظيم كان ربك بيرزقني حاجه في قلبي ان استخدم ده وقود ليك، استخدم الوجع ده ان يخليك تعافر وتوصل يعني من الاخر خالص وبالبلد وبالعاميه. مش دول اللي كانوا بيتريقوا عليا، حاضر والله لا يسقفوا لي بعدين، بدل ما دول اللي بيتريقوا عليا انا مش ناجح فعلا واستخبى واتدارى جوه روحي وجوه نفسي واعمل عازل بيني وبين الناس، لا يا حبيب قلبي تعالوا لي هات يا دنيا كمان هاتي، بعيد عن الهزار والله. مش دول اللي بيتريقوا عليا، طب تعالوا هتسقفوا لي بعدين. مش الحاجه دي اللي انا حاولت فيها وما لقيتش صدى كبير او عرفت اعملها من اول مره، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انت بقى محتاجه ايه؟ اقعد اذاكرك، اقعد احاول اشرح، احاول مش عارف اعمل ايه، احاول مره واثنين وثلاثه وعشرين وخمسين، انا قاعد لك. الحياه كده، انت كده انت وهي عمرك هيعدي. طب هيعدي على ايه؟ هتقضيه في ايه؟ في اكتئاب وانك تخبي نفسك من نفسك ومن الناس ومن الحياه، ولا انك تواجهها؟ بص يا باشا، جمله وقلتها كتير، ربك لما يديك حمل كبير بيديك كتف يشيل. اقسم بالله ربنا ارحم واعدل واكرم والطف من انه يحط في قدامك حاجه عقبه اكبر منك او ابتلاء اكبر منك او منك. هو مش خلقك يعذبك، خلصانه، هو رحمن رحيم. ركز معايا الله يبارك لك. فملخص القصه عشان ننهي الموضوع ده، انا عايزك انت وهي وبالذات في الفتره دي وبالذات في المراجعه النهائيه، فكك من اي حد كسر مقاديفك او من اي حاجه فاتتك، فرصه كبيره انك تلم الدنيا في المراجعه النهائيه والله، ومن تجربه ناس في السنين اللي فاتت. ده رقم واحد. رقم اتنين، اي وجع انت حاسس بيه مش وقته خالص، على حسب مرحلتك العمريه. دلوقتي في ثانويه، مش عارف اصحابي بيخذلوني، اهلي بيتعبوني، مش عارف ناس بتكسر مقاديفي، مش عارف الناس بصلي بصه وهيقول لك مش نافع ومش هيوصل، الناس مستنيه يتفرجوا على اخر السنه. فكك من كل ده، حول ده الوقود، حول ده الجمره ما تنيمكش، حول ده بجد ان هو يصنعك ويوصلك مش يكسرك. استخدم ده وحطها نصيحه في اللي جاي في حياتك، لسه جامعه وتخرج ومش عارف ايه. اي تحدي واي ابتلاء واي حد يتريق على احلامك واي حد يتريق على اي حاجه انت شايفها صح، مش يكسرك ويقفلك، يكون سبب انك تعاند وتوصل وتثبت. حته اخيره، ركز كده، الله يبارك لك. عايزك تفتش في اي حد عمل اي حاجه حلوه لنفسه في العالم كله، سواء حواليك في مصر او بره مصر او اي حته. اي حد بيتكلم عن تجربته الشخصيه هيقول لك دي، هيقول لك كنت بستخدم الالم كوقود. اي حد كان بيكسرني، اي حد كان بيحبطني، اي حد كان بيحاول يرجعني، ده كان بيديني اصلا طاقه وعناد مع نفسي ومع الدنيا. طب تعالى اوريكم، خدها كده، هتخسر ايه يعني؟ الحياه كلها ما تسوش عند الله جناح بعوضه. عيشها بقى صح، عيشها بقى بجد بتحدي، عيشها بقى بجد انك تستغل كل لحظه، عيشها بجد انك تحاول توصل وتنتصر على نفسك الاول وعلى الايام. ان انا اجيب مجموعه اشوف الثانويه، لا، ربنا يكرمك بمجموعك ماشي، ولكن انك تعمل اللي عليك، انك ما تكونش شخص حاسس انك ضعيف ونفسك مكسوره وانك مش قادر ومش هتوصل، ده كله شيطان. حته اخيره حطها في دماغك، ربنا قال في القران الكريم ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ايه الايه العظيمه والجميله دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني ما تحزنش كتير على اللي ضاع منك. فملخص القصه، الظاهر من الايه، ولها تفسير اكتر من كده ادور فيه، بس الظاهر من الايه بالنسبه لنا انك انت مش شايف الخير فين. ما تحكمش على نفسك، ما تحكمش على اللي فاتك، وما تحكمش على اللي جاي، اللي مطلوب منك كله ما انتش عارف الخير فين، سواء انت شايفه شر
او شايفه خير ممكن ما تعرفش يعني ده ايه وده ايه. الخلاصه انك تعمل عليك، الخلاصه ان انا احاول، الخلاصه انك من الاخر وفي الاخر تطلع بطل قدام نفسك انت وهي. والبطوله معافره، البطوله تكمله، البطوله ان انا مش مهم اوصل من اول مره، المهم ان مفيش حاجه تكسرني. البطوله مش ان انا ما اقعش، اقع على وشك، كل الناس بتقع على وشها من الاخر، بس البطوله ان انا اقوم واكمل. الالم ممكن يكسرك، وممكن سلاح تستخدمه يوصلك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اتعب، هات اخرك، هات اخرك الفتره الجايه دي يا شباب. والله 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 العظيم اللي مش هيجيب اخره ويموت نفسه مش هيوصل لحاجه. حبيبي انت في سبق فيه 600,000، اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي؟ هو مش احسن منك على فكره، هو بس عنده الاستمراريه، عنده اللي هو انا هوصل، يعني هوصل، مش اللي هو ذاكر 10 ساعات وتعب. لا يا حبيبي، انت بتذاكر في اليوم 15 ساعه، تنام وتصحى ابدا يوم جديد، خلاص خلصت. ال10 ساعات دول كانوا امبارح، ماشي. تعب النهارده كله هو بتاع النهارده، بتاع بكره يوم جديد، انسى خلاص. وما تعدش على نفسك ساعات مذاكره وتعب. ما تخليش اصلا دماغك تقنعك ان انت كويس وتكون كويس فيك، اللي هو انا فحت نفسي في المذاكره 15 ساعه النهارده، فبكره بقى اريح واسمع ماتش ليفربول وماتش مانشستر سيتي والاهلي عنده ماتش اسمعه. والله يا عم لو خلصت اللي عليك في 5 ساعات خير وبركه، لكن خلص اللي عليك، ماشي. الفتره الجايه يا جماعه في ناس هتخلص اللي عليها اول باول وهتبدا تراجع قبل المدرسين اصلا. انا بستعجب جدا جدا من الناس اللي بتراكم محاضرات الاحياء والمحاضره اخرها ساعتين. حبيبي انت بتعمل ايه في حياتك اصلا بجد والله؟ انت بتقعد على المحاضره تسمعها وبتقول يا دكتور بقعد اذاكرها بعدها ب3 4. انت عبيط يا اسطى، ما تذاكرها يومها. انت سمعت المحاضره دلوقتي، اقسم بالله انت حفظتها او حفظت معظمها، محتاج بس تقراها، جاست ريد ات. بزعل قوي لما حد لسه يبعت لي يقول لي يا دكتور ما بداتش. يا ابني انت عبيط، ما تبدا. انا بكره التحفيز مع الناس اللي هم ما عندهمش دم. يعني الشاطر اللي بيذاكر بس اقصر سيك او احفزه وازقه واوديه وهيروح ان شاء الله، لكن اللي واقف اصلا مكانه وعايزك تيجي تزقه ده استحاله يتزق. لو عربيه انت بتزقها لازم هي اصلا تكون بتتحرك، لكن عربيه جايب المرشديه ومثلا شادت فرامل اليد وواقفه مكانها والسواق داس على الفرامل وانت بتزقها استحاله. فانت في ثانويه عامه وما بتذاكرش يبقى انت داس على الفرامل، مهما نزق فيك انت مكانك. اتحرك، ابدا، حس على دمك. شوف ابوك صرف عليك قد ايه وتعبوا عشانك قد ايه، واللي حصل في السنة كلها من ضغط نفسي عليك وعلى اهلك قد ايه. فلو انت لسه ما بتذاكرش، مش ما بدأتش، ده اللي ما بدأش ده قصته قصة، لكن اللي بيذاكر حتى نص نص ده ما عندوش دم. انا بتكلم جد، واللي عايز يزعل يزعل. اللي بيذاكر حتى نص نص وبيكروت المذاكرة، بيسمع بس مثلا، مش بيذاكر او مش بيحل او مش بيتابع او ده ما عندوش دم اصلا. حبيبي فوق فوق، انت راجل ثانوية عامة، انت راجل ثانوية عامة. اللي بتعمله ما ينفعش ابدا ابدا ابدا، سواء كنت ولد او بنت. وخروجات بقى وتيك توك وقرف، مش عايز اقول كلمة وحشة، قرف. ده قرف دي يعني اقل ما يمكن ان يقال، ماشي. بشوف ناس ثانوية عامة على تيك توك، انت بتهببي ايه؟ ده بتعمل كونتنت، ده بتعمل كونتنت، انت بتهببي ايه وانت بتهبب ايه؟ بشوف ولد ثانويه عامه مثلا بيعمل روتين اليوم في سنة. يا عم انت بتعمل ايه؟ ذاكر. بتصور ايه وبتمنتج ايه وفي فولورز بتوع ايه؟ ذاكر يا اسطى. انا كان عندي في ثالثه ثانوي على يوتيوب 80,000 مشترك، مع ذلك كنت ماسك تليفون حقير بزراير، ما كنتش بعمل اي حاجه ولا ببص على اي حاجه. فانت بتعمل ايه؟ كفايه.